بسم الله الرحمن الرحيم. ده الفيديو الثالث في التعرف على الإنسان، رحلة الغطس الداخلية اللي احنا عايزين نعملها. النهاردة هنتكلم على الإنسان من بره كده، نتفرج على الأعماق اللي عنده، وبعد كده هنخش بقى نغطس في كل حاجة فيهم عشان نتفرج هي فيها ايه وازاي نتعامل معاها. أول حاجة في الإنسان، وده أهم عمق فيه، ده الكور بتاعه، هو النفس. ربنا بيقول عليها فألهمها فجورها وتقواها، وحطها جوه الإنسان. يعني أول عمق هو الاختيار، ده اللي انت بتختار بيه، عايز تمشي يمين ولا عايز تمشي شمال، عايز فجور ولا عايز تقوى، براحتك، وربنا سايب لك حرية الاختيار. خش بقى في العمق اللي بعده، اللي هو المكونات بتاعت النفس. عقل، ده صاحب المعتقد، وقلب، ده بتاع الإيمان. ودايما العقل والقلب الاتنين كده في بينهم ايه، بيناكفوا بعض كده. بس طبعا احنا عايزين القلب هو اللي يسيطر، لان القلب ده هو أداة الاتصال مع عالم الغيب، مع الله. هو بيكلمنا في القلب، فده هيبقى فيه شغل جامد. بعد كده عندنا اللاير بقى اللي بعده، العمق اللي بعده، هو الدنيا. طبعا كل الحاجات اللي فوق دي هي محطوطة جوه وعاء اسمه الجسد. الوعاء اللي هو اسمه الجسد ده مش انت على فكرة، ده بس العربية اللي انت محطوط فيها، انت جوه. اوعى تحكم على نفسك بالشكل الخارجي ابدا. اوعى يكون اهتمامك منصب على الشكل الخارجي ابدا، لان ده خلاص، دي زي العربية كده، اول ما بتوصل المشوار بتنزل منها، خلاص انتهت العربية، ملهاش اي صفة ولا ليها اي قيمة، لان انت مش فيها. القيمة في اللي جوه. الوعاء بقى ده، الجسد ده، العربية دي بالمكونات دي كلها نزلت فين؟ في الدنيا. فين؟ دار الامتحان. ده الامتحان. هتاخد الاختيار اللي انت اشتغلت بيه، اللي خدته فوق ده من عند الله، اوكي، واداهولك، تنزل بقى تختار فين؟ في الدنيا هنا، الامتحان بتاعك. الدنيا فيها ايه؟ فيها شيطان محبوس هنا معاك، وشياطين الايه، الجن. طبعا في شياطين انس، بس شياطين الجن الاعوان بتوعه يعني، ده الجيش بتاعه. وهو شغلته ان هو يضلك، يطلعك من الصراط. فهنبقى نتكلم عليه بعدين، بس هو ضعيف يعني. وعندنا الجزء الاخر اللي هو الناس اللي في الدنيا. الناس دول اللي هو الاب والام، الاهل، الاصدقاء بتوعك، الاقارب، المعارف، والناس اللي انت بتتعامل معاهم عادي. ودول انا دايما بتعامل معاهم على ان دي الحصالة بتاعه تحصيل الحسنات، لان ده المكان بتاع العمل الصالح. الذين آمنوا الغيب وعملوا الصالحات في الدنيا. شايف الاختيار؟ بتشتغلها كده، ده الإسلام يعني. هنتكلم برضو على الموضوع ده بعدين. وبعد كده عندك العمق الآخر غيبي، اللي هو الملائكة اللي بتكتب أعمالك لغاية لما كتابك يتقفل، وتصحى من الحلم اللي انت فيه بتاع الدنيا ده، اللي هو اوعى تفتكر انه حقيقي. وبعدين تنتقل ايه؟ للآخرة، العالم الآخر بقى، الدار الآخرة، الحقيقة بقى. والدنيا دي بالظبط في الآخرة هي 8 ساعات بالكتير يعني، لما هتشوف بقى. فطبعا احنا عايزين نروح للآخرة بقلب سليم ونفس مطمئنة، نرجع إلى الله عشان ندخل الجنة. نبدأ بقى نغطس إن شاء الله من الفيديو الجاي، وأتمنى لكم يوم جميل.